منورين يا جماعة، منورين 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 يا بنتي. يا جنى، ايه يا بنتي مسوداها ليه يا بنت؟ امي هتشوفك هتجري وراكي دلوقتي. امي هتضحك. والله صدفة. بصوا يا جماعة سفرتنا، ام ايمن عامله لنا رز وعامله لنا سمبوسه، وهبه عامله لنا عيش بلحمه وصينيه الفراخ، فطير بلحمة مفرومة. فطير بلحمه مشلتت باللحمة المفرومة. تمام. ام ايمن عامله سمبوسه حلوه اهو. التمر يا ست اهو، طبق التمر تحت اهو في الارض. يلا بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا النهارده بنت عمه ملك بسمله هتعمل لنا ايه بقى؟ السينابون. عملته قبل كده بصراحه عجبني، بقيت احلم بيه ليل ونهار. فلما والله العظيم يعني انا كنت بتفرج على اليوتيوب وجاء معايا السينابون ده، فبقول الله البنت بسمله دي لو تيجي تعمله لي. فالمهم لقيتها بتتصل بيا تقول انا جايه افطر معاكي. قلت لها تعالي يا حبيبتي، فنسيبها. لا طبعا لازم نستغلها اسوء استغلال. فهتعمل مع سلمي بقى المتابعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا شيخه علي صوتك يا بنت. علي عشان احنا لسه هنتكلم في وصفات هتتعمل. ازيكم عاملين ايه؟ هتضحك لكم طول الوقت عشان هي ملهاش في السوشيال ميديا. ايه البتاع اللي سايبونا مفتوح ده؟ روح اشتري واجيبكم. يلا بقى شوفي هتعملي ايه. يلا انا هقف جنبك عشان اساعدك. طبعا سامعين صوت الموتور رهيب رهيب بتاع الجيران، مش عارفه اشتغل منه عشان كده على طول بسجل لكم صوت. زي ما انتم شايفين كده المقادير حبايب قلبي. معانا هنا 5 بيضات، معانا هنا زبده، معانا كوبايتين لبن، معانا لبن بودره، معانا كمان معانا كيلو دقيق، معانا ملح، معانا فانيليا، بيكنج باودر، معانا خميره، معانا كمان قرفه، معانا كمان اللهم ذكرني عين جمل مطحون او مكسر شويه، معانا سكر بودره كمان، معانا قرفه، معانا كاكاو خام. فكل المكونات دي احنا هنعمل بيها. فهي طبعا بعد ما كنت شايله الخلاط قالت لي احنا الحاجات دي هنضربها في الخلاط. قلت لها ايه ما قلتيش ليه من الاول؟ فتعالوا شوفوا كده بقى. طبعا يا جماعه انا كنت عايزه اسيب لكم زي ما احنا كنا بنتكلم، بس ده ما انتوا سامعين كده صوت الموتور بتاع جيراننا الله يهديهم، صوته فظيع طول الفيديو، ما سابش الا حته اخيره بس اللي هي من غير صوت. هسيبها لكم بس هنا عشان الصوت عالي قوي، فممكن يعمل لكم ازعاج او تصدعوا من صوت الموتور، لان انا وانا بقطع والله انا اللي صدعت. فهنا حطينا 5 بيضات، وحطينا كمان 4 معالق لبن بودر، وحطينا كمان الفانيليا، وكمان ضربنا كده اهوت. هنحط بقى اللبن، وحطينا كمان الزبدة اهو. بصوا كده يا جماعة بعد ما كده ضربناه كويس جدا، هنحط بقى ايه، هننخل الدقيق كله. الدقيق كله ده كيلو دقيق، هننخله كله. عشان احنا طبعا ما شاء الله العيله كلها بقى زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كلنا متجمعين، فعشان كله بقى يكفي كده وكله ياكل يعني بألف هنا وشفا. هبه كمان كانت عامله اكل حلو قوي كان جميل جدا. هنا بقى كنا عاملين نضحك، بقول كل واحده ياخد سنبهايه سنبهايه. فوالله لو ما كانش الازعاج بتاع الموتور كنت سبتهولكوا على طبيعته، بس انا عارفه ان انتوا هتصدعوا وممكن ما تكملوش الفيديو بسبب الصوت جامد جدا بتاع الموتور. يعني كمان غالبنا احنا في الكلام الصوت عالي قوي. هنا بقى ايه، بعد ما نخلنا الدقيق كده كله هنحط بقى ايه بتاع ربع معلقه ملح صغيره، وكمان هنحط الخميره، وهنحط كمان البيكنج باودر. بعد كده بقى ايه، قلت لها لا ده ما بيتقطعش كده ده. ده بيتقطع كده هوت. طبعا بسملة ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويرزقها بالزوج الصالح يا رب العالمين. عملت لي يعني الصراحة عملته جميل جدا وكان طعمه حلو قوي وكده. كده حطينا الخميرة، حطينا البيكنج باودر، حطينا ربع معلقة ملح، قلبناه كله على بعضه. هنبتدي بقى ان احنا نحطه كده في العجان، علشان بقى ايه نبتدي ان احنا نشغل عليه. هنحط بقول لها ليه كله، قلت لها ما احنا حاطين لبن على الخليط. قالت لي عشان يبقى كله دسم بقى. قلت لها ماشي يا ماما يلا حبيت هغذيكم النهارده يعني. فالمهم كده هو بقى رحت حاطه كده
البولة كده او الحلة بتاعة العجان، وهنظبطه كده بقى. وبعد كده هنبتدي بقى ايه ان احنا نشغل عليه الجهاز. طبعا انا جيت اشغله كده، بصوا مستنيه. فالمهم بزقه لكم كده عشان تشوفوا بقى. هنا قعدت الف مش عايز يشتغل، فبقول في ايه. بحسب الفيشه، ظبطت رحت معليه كده، لقيته ابتدى. الحمد لله الحمد لله اشتغل اهو، ما فيهوش اي حاجه. حطينا بقى كده، وبقى دوت اللي هنكبه، هنحط بقى الخليط دوت كده معاه لغايه لما يتضرب كله بقى ايه يبقى مظبوط. بقولها خلاص كده بقى حطي. فهي بقى بتحط كده تدريجيا لغايه لما نخلص كل المكونات. وبعد ما تعجنيها بقى عجنيها كويس اوي لغايه لما كلها كده تبقى ايه طريه معاكي. احنا عايزينها بالطريقه دي يا جماعه. هي قالت لي ايوه كده احنا بنعملها بالطريقه دي. قلت لها بتلزق في اليد، قالت لي مش مشكله كل ده هيتلم مع حبه زيت هتبقى 100 فل وعشرة. فرحت انا بقى ايه فكيت كل الحاجات ديت، وهشيل كده الحله. وكده بقى ايه هي عشان قصيره وانا طويله. فانا قلت لها خلاص خلي الحته دي عندي. فانا ايه قعدت المها كده هوت بقى من تحت. واهو بصوا بقى هبتدي انزلها كده. بصوا ما شاء الله العجينة لونها حلو، ريحتها جميلة جدا. على فكرة العجينة عجبتني قوي ريحتها. بلم العجينة كده من الحلة. بعد كده ما لميناها بقى ايه طبعا هنلمها كويس عشان نسيبها ايه تخمر بنص ساعة. بصوا ما شاء الله بصوا جميلة ازاي، ولا بتلزق اهو في ايديا ولا اي حاجة لان حاطة حبة زيت طبعا. فالمهم ايه هنعملها كده، واحاول بقى ان انا المها كويس قوي زي ما بشوفهم كده هو بيعملوها كده شبه الكورة اهي. وبعد ما نخلص خالص هنحطها كده ونجيب بقى ايه الاستريتش بتاعنا، ونبتدي ان احنا نغطيها. يلا قولي لهم بقى على الحاجات اللي هتتحمل. ده حاجات الصوص: الجبنة وكوبايتين لبن بودرة، نص كوباية مية دافية، كوبايتين سكر، ومعانا السمنة. تحطي ربع كوباية سمنة. ده بتاع ده الحشو. الحشو بقى الحشو عين جمل وفي وكاكاو وفي والقرفة. تمام. بس. يعني دولت بس اللي هو الصوص اللي هيتحط من على الوش من فوق بعد ما تستوي السينابول. السينابول. ماما علمتكيش كده سكي. طلعي في هنا حاجات. ايوه شايفه معلقه ماما خساره. حطي في الحوض اللي يخلص، حطيه في الحوض. هتحطي بقى ايه اللبن السكر البودر. احنا حطينا كده كوبايتين لبن بودرة، حطينا سكر بودرة. هنحط كمان هنحط بقى المية عليهم. وهتحطي اللي هو جبنة دي ابن الولد، لو عندك كيري طبعا افضل. ابن الولد دي على قدنا. تمام. نحط هنا بقى المية الدافية، ونحط شوية اللبن دول خسارة بالمرة. وهتفتح بقى الجبنة كلها وهتحطها. طبعا حبايبي كده بعد ما حطت اللبن نص كوبايه لبن دافيه على ربع كوبايه لبن على الاتنين الكوبايتين اللي هما فيهم اللبن البودر، هي بقى وملك كده. بعد ما اتضربوا هي ورحمه قصدي قعدت بقى يفكوا الجبنه المثلثات ديت. اي نوع جبنه مثلثات عندك حطيها. ممكن كمان ما تحتاجيش دوت وتعمليه باللبن الحليب المكثف على طول تفضي فيه. زي ما انت حابه يعني تعمليه. الصوص اللي هو بيبقى من فوق. طبعا كل ده احنا حاطين طبعا العجينه بتخمر زي ما انتم شايفين، بس احنا حبينا نعمل الحاجات ديت عشان تبقى جاهزه كده قدامنا. هنا بعد ما خلصناها كده حطت كمان معلقه زبده كده، ومعلقه كبيره وحته يعني او معلقتين زبده. وهتسيبهم كده لغايه لما يضربوا خالص كويس جدا مع بعض لغايه لما يتقل معانا الصوص زي ما انتم شايفينه كده. بصوا يا جماعه تقل بقى ازاي. تقيل بصوا كده. وطبعا هنحطه في التلاجة هنحطه بقى ايه في التلاجة لغايه لما عقبال ما نخلص. بعد كده بقى ايه السينابون نبتدي بتاعنا. نشتغل في العجينه. طبعا قبل ما نشتغل كده بعد ما اتنفخت كده ما شاء الله قبل هنحط بقى ايه هتحطي سكر بودر 4 معالق كده كبار او 5 معالق كبار كده سكر بودر. هتحطي معاهم بقى ايه القرفه. بصوا هي حطت نص الكميه كده قرفه، بيبقى بتدي طعم حلو وريحه حلوه كمان للسينابون. وكمان هتحط كمان حبه كاكاو
وده اللي هيترش كده على العجينة بعد ما تفرديها كويس. اهو هنحط بقى حبة الكاكاو اهي، يعني بتاع معلقتين كاكاو كده مع السكر البودرة ومع اهي بصوا حطيت سكر بودرة تاني 5 معالق او 6 معالق على حسب، يعني هي حتى لو زودتي مفيش مشكلة، وبقى معاكي زيادة بتحطيه في علبة وبتشيليه. هنا بقى ايه بتفضي كده بتوسع لنفسها مكان علشان بصوا يا تحضر جماعه بقى بقى ايه شكل العجينه العجينة. اهي، طبعا هنا جهزت بقى ايه خلاص جبنة كده العصاير كده اللي هي هي بتاع دي طلعت لفوق كده. بتعمل كده. خلاص هنفك كده بقى بسم ايه الله خلاص الرحمن كده هو ما الرحيم. شاء الله بصوا ما شاء اتنفخت الله ما ازاي. شاء الله. يلا بينا وبعد بقى كده ايه بقى ايه هنفرد. طبعا هنبتدي معانا ايه ان احنا الفرادة نعمل رول. غسلنا هي مش عارفة الرخامة راحت تدور عشان على نفرد حاجة كده عليها. معينة مش فاكرة ايه هي ولا انا الزيت كمان فاكرة. جنبك ايوه يعني. هنا بقى هتبتدي ان هي انت بقى تعجن بقى بتحطي ايه رشة عندك. حبة زيت في طبعا الحوض. هتحط بقى ايه طبعا الرخامة مسكناها غسلناها ومسحناها وظبطناها. بعد لو عندك اللي هو بتاع عندك المقاس الفرشة والكلام كده ده اللي هي تحطها على شبه مش عارفه ولا المفرش ونوزع دوت بقى كده الجلد، عشان طبعا لما ممكن نيجي تعملي عليه نفرد لو يبقى عندك. واخد ان شاء الله مكان انا ايه. هبقى اجيبه ان شاء الله طبعا واحطه ده كمان، بيبقى حلو. طبعا ما شاء الله العجينه كبيره جدا، أنا قلت لها ما تعملهاش كلها مره واحده عشان المساحه، يعني خدي ربعها او خدي نصها او اعمليها على 3 مرات زي ما انتي تقدري تعملي. هي يعني كانت بتعاني لان كمان ما شاء الله الرخامه طويله وهي قصيره يعني كانت بتعاني. فربنا يكرمها يا رب. صراحة عملتها حلو جدا وكله اكلها عجبته جدا. حتى هبة ما شاء الله عجبتها جدا، وقالت لي في الاول تسلم ايديك يا خالتي، قلت لها لا دي بسملة اللي عاملاها ربنا يديها الصحة والعافية. فهي قالت لها افتكرت بقى ان هي كانت عاملاها لنا قبل كده وكانت كنت بشكر فيها الصراحة المرة اللي فاتت. هي ما شاء الله بسملة نفسها حلو وجميل جدا في الاكل. ف وكمان في الحلويات ما شاء الله عليها. حلو ان الواحد يستعين بصديق يستعين بحد كده يعمل معاه، او كمان انا كمان اشوفها هي بتعملها ازاي عشان الواحد يبقى يعملها كده مع نفسه بقى. انا تاني مرة انا اللي عملتها، يعني انا شفتها بقى بتعمل ازاي والكلام ده، فخلاص ان شاء الله بقى اعملها لكم انا المرة الجاية. فالمهم كده بقى حطت العين الجمل اهو. اي بقى نوع مكسرات عندك، حتى لو ما عندكيش مكسرات مش شرط يعني تعملي، ممكن يبقى من غير مكسرات. بعد كده بقى ايه ان انت تلفيها كلها كده كويس، وحاولي ان هما يبقوا ايه يعني ايه قد يعني يبقى العجينه متساويه، او مش شرط بقى زي ما انت حابه. هي بتحاول تظبطها كده. بعد كده بقى ايه هتجيب الخيط، واحنا حطيت لها الصينيه كده عشان تظبط بقى. هي بقى حتى انا قلت لها حطي وانا هساعدك. فالمهم كده هي هتقطع وانا هحط لها كده اهوت وبطبطها لها كمان هو كده كده اما تسيبيه لما يخمر شويه هتلاقيه عمل. مش مشكله بقى لزق في بعضه جنب بعض مفيش مشكله، اهم حاجه لما يطلع كده يطلع معاكي حلو وجميل. وطعمه الصراحه كان رهيب جدا جدا، وما شاء الله يعني كلنا اعجبنا بيه. وكان يعني كفايه الغذاء اللي حطيناه كله في القلب في قلب الخليط وفي قلب العجينه، يعني كانت كامله متكامله وكانت جميله جدا. هتقولي يا صباح يا صباح انتي بتخسي وكلتي؟ والله يا حبايبي انا ما اكلت منها ايام، انا خدت حته من دي وحته من الجاتوشه دول اللي هبه عملته. بس كان طعمه فظيع، وحتى الصوص كان رهيب بصراحه، كان عاجبني قوي الصوص الصراحه. هنا بقى خلصنا. بصوا بقى تعالوا ده انا عملت، بصوا بقى عشان تعرفوا الامكانيات برضك. هي جالها تليفون وانا قلت لها طب روحي، وانا ايه فردت كده العجينه انا بقى رحت بقى رشه ورحت عامله وقعدت بقى إيه قلت برضك شو واحد يجرب. فبعد كده بعد ما خلصتها لها هي خلاص دلوقتي تعالي بقى انتي قطعي ماليش انا في الخيط وافضل ادخل في الخيط، انا اقل حاجه ممكن بالسكينه كده ام نازله بيها مره واحده، بس هما بيعملوها بالخيط علشان تبقى متساويه وتبقى مظبوطه. هنا بقى بعد ما خلصت كده اهوت نزلت بقى المكسرات زي ما انتوا شايفينها كده. يلا بقت جميله. وهنا بقى ببتدي كده ايه لا انا قلت اخد من الحته اللي هي الصغيره دي الاول إيه على الاقل اللي هناك متساوي هنا مش متساوي، فانا قلت اعملها كده من بره لجوه كده زي ما انتوا شايفين. وبحاول كده انها تتظبط معايا اهي اتظبطت ما شاء الله. هنا بقى بسمله خلاص خلصت، قلت لها ايه تعالي يا ماما يلا بقى انت كملي، انا مش عملتها لك اهي رول، انت بقى شوفي هتعملي فيها ايه. وظبطتها لها كده قلت لها تعالي بقى انت قطعي. وهنحط بقى في نكمل الصينيه، والصينيه التانية سبحان الله يعني طلعوا نفس المقاسات بتاعه اللي احنا الصينيه والصينيه الازاز اللي احنا عملناها. هنا بقى قطعنا كده وقعدنا بقى ايه نرص كده وخلصناها كده. وتعالوا نشوفوها بقى هي في الفرن شكلها عامل ازاي يا بنات. شايفينها ما شاء الله بقى وهي في الفرن كده ما شاء الله بقى ابتدت ولا الريحة قلبت المكان.
هنا بقى ايه الصينيه الاولانيه دي ما شاء الله اتقام بيها، دي ايه الصينيه التانية كانت لسه بقى ايه فيها الرمى يعني فهنا بقى بصوا جميله ازاي. وهبه كمان كانت عامله جاتو شاتو، فكانت حلو يعني. ده بقى ايه جزء بقى من اللي احنا عملناه. طبعا الوش الاولاني ده اتحرق بس ما يهمناش، احنا بناكل بنديها اي حاجه عشان طعمه حلو وجميل. خلاص بينا الجاتو شاتو اللي هبه عملته. وده كان يومنا حبايب قلبي في السنابون. تعالوا بقى اوريكم الخضار انا عملته ازاي. كان عندي هنا بقى خضار مشكل، كل ده كان في الفريزر اساسا ما عدا الكوسه. راح واحد جابت لي نص كوسه، وانا حطيت بقى الفلفل الالوان والبطاطس والجزر والبصل، اهو بنزلت عليه البصل والبسله والفاصوليا والفلفل الالوان وكل ده واحد وجزر تاني. يعني ظبطت الدنيا كده بالخضار المشكل كله. بعد كده بقى نحط البهارات بتاعتنا. حطيت كده ملح، وحطيت بقى ايه بهارات فراخ، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت كاري، وحطيت كركم. ظبطت الدنيا. وحطيت كمان خلطة من معجون الكبسة. كان مديه طعم رهيب جدا، بس انا للاسف ما اتصورتش معايا. وهنا حطيت كام ورقه لورا. وكمان هجيب روزماري وزعتر طازه فريش اهو. هشطف كده واحده روزماري، واحده كده اهو. بص بقى وانزله كده، والله كان مخليه الطعم بتاع الصينيه. كانت ريحتها جميله جدا وحلوه قوي. طبعا الفراخ هناك انا غسلاها كذا مره وسايباها كده تتصفى في المصفى هناك اهي. بعد كده بقى ايه انا حسيت ان الصينيه دي كده مش هتكفي بعد ما حطيتهم بقى. فالمهم كده هقعد اقلب كده كله على بعضه الاول. بعد كده بقى ايه هنحط كمان حبه زيت. حطي زيت، حطي زبده، حطي سمنه زي ما انت عايزه. انا حطيت حبه زيت الصراحه. وبعد ما قلبت كده اهوت قلت لا مش هيكفي الموضوع ده كله، ده عايز صينيه كبيره. فالمهم هنا بقى بايديا كده، وانت لابسه جوانتي بقى براحتك. المهم طبعا انا عايزه الفراخ دي تتوغل مع الخضار ومع الريحه ومع البهارات ومع كل الروايح بقى. فبقيت اخد حطيت الفراخ كلها، وبقيت ماسكه الخضار، وبقيت اجنسه كده مع الفراخ يعني عشان تاخد التتبيله كلها. هنا حطيت حبه ميه بتاع كوبايه ميه. طبعا الملح اللي فيها حلو قوي، فحطيت كده بتاع كوبايه ميه بس ما كترتش. ورحت بقى قعدت بقى ايه اقلب كويس كده جدا جدا جدا. وولعت طبعا الفرن، وهجيب بقى ورق سلوفان وهغطيها، وحطيت الزيت اهو. وهظبط كده الصينيه كلها ما تبقاش عشوائيه كده، لا طبعا ظبطي الفراخ كده وهي بقى حطيها مظبوط. وبعد كده بقى ايه هنقفل عليها. يا جماله يا جماله، يا حلاوته يا حلاوته يا صبوحه لما الواحد يبدع. طبعا انا ما حطيتش ولا طماطمايه، عملناها خفيف خفيف كده من غير طماطم خالص. لكن المعجون اللي هو بقى بالبصلة وفيها البهارات بتاعتها وفيها كل حاجة. علبة المعجون ديت اللي هي بتاعت الكبسة ديت اللي كانت جاية لي من الامارات، حطيت كده معلقتين خلت الصينية في حتة تانية خالص. بعد كده رحت مظبطاها كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هتحطي ايه بقى يا صبوحة؟ هغسل ايدي يا جماعة واقول لكم هرش عليها ايه من على الوش عشان لما تيجي تحمر كده معانا تبقى فل الفل. بصوا غسلت ايدي الاول. بعد كده بقى ايه بصوا بقى هحط ايه على الفراخ من فوق. جبت كده بقى ايه فتحت كده الدرج بتاع البهارات بتاعي، وقلت احط ايه احط ايه احط ايه. فرحت قلت تعالوا مفيش الا انتوا. جبت كده شوية شطة كده ينعنشوا المسائل تبقى كده الفراخ سبايسي شوية. بعد كده بقى ايه رحت جايبة الرئيسي اللي هو السماق. جبت السماق ورحت بقى ايه بجيب السماق دلوقتي وهرشرش بقى كله كده يدي حمار بقى ايه مع الفراخ، وتبقى جميلة جميلة. وعملت شوية لسان عصفور، شوربة لسان عصفور كانت حلوة قوي اهو. بصوا بقى رشي بقى ايه سماق كده، يا سلام يا سلام. وكده حبايب قلبي خلصنا كده هوت بقى ايه بعد ما حطينا السماق. لا حسيت ان دي ما فيهاش سماق فرحت هجيب بقى ورق الفويل وهغطيه بيه. وطبعا شغاله الفرن. وبعد كده طبعا انتوا شفتوا السفرة في الاول، بس هوريها لكم تاني عشان برضك ما تنسوش السفرة بتاعتنا كانت ايه، وام ايمن عملت ايه، وهبة عملت ايه. كان يوم حلو جدا. يا رب يجمعنا دايما في الافراح وفي الخير وفي كل حاجة كويسة يا رب العالمين. ويجمعكم باهلكم وبحبايبكم وبناسكم يا رب. ويبعد عنكم اي هم واي حزن واي حاجة تزعلكم واي حاجة يبقى فيها هم وهم. النهار شهر مفترج، ادعوا كتير، صلوا اقروا قرآن.
ان شاء الله ربنا يستجيب دعاكم ودعانا يا رب العالمين، والله يرحم موتانا اجمعين يا رب العالمين. بصوا بقى السفرة بتاعتنا اهي على جمالها على جمالها. طبعا بقى الشوربة والله كانت جميلة جدا، شوربة اللسان عصفور كانت رهيبة. انا قعدت اكل اشرب في الشوربة لغاية لما خلص، والفطير كان جميل، الاكل كله صراحة كان حلو، والسمبوسة كل الاكل ما شاء الله حلو. هي مؤيمة كانت عاملة السمبوسة في الفرن. فاليوم بتاعنا كان حلو. انا بقول لهبه العشاء ابو لحمه، تقول فطير مشلتت، فطير مشلتت باللحمه المفرومه. ماشي. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.